اللي يصلي على النبي يكسب. عمو يا عسل، كيلو اللحمه بكام؟ ب 400. يا رب كرمني يا رب ب 400 جنيه اجيب كيلو لحمه لامي. قالوا يما تقلقيش يما، انا سالت على كيلو اللحمه لقيته ب 400 جنيه. لا يا يما والله هجيبهولك، هو عشان يعني ابنك عاجز مش هيعرف يجيب لك كيلو اللحمه اللي انت نفسك فيه. ايوه يما عارف يما ان احنا ما كلناش لحمه بقالنا كتير، وان شاء الله اجيب لك كيلو اللحمه دوت باي طريقه. لا يما متقلقيش، ادعيلي بس انت دعوه حلوه من بتوعك ابيع الحاجه ديت اللي معايا عشان اجيب لك كيلو اللحمه اللي انت نفسك فيه. لا اله الا الله. سلام. يا رب كرمني يا رب ابيع الحاجه ديت عشان اجيب كيلو اللحمه اللي امي نفسها فيه. يلا هي اشرب 10 جنيه، هي اشرب 10 جنيه، اي حاجه ب 10 جنيه، اي حاجه ب 10 جنيه. اخويا هو احنا اللي سمعناه صح؟ اللي سمعته يا اخويا قول لي وانا اقول لك ده صح ولا غلط. هو انت بتبيع الحاجه دي عشان تجيب لحمه لمامتك؟ ايوه يا اخويا عشان دي امي، واحنا ما بناكلش اللحمه غير العيد للعيد. احنا جبنا لك الفلوس اهو عشان تجمع اللحمه. لا انا ما باخدش حاجه من حد، لو تدوني الفلوس خد منكم بيها وشوش. طب انا هاخد ده ليا وده لاخويا وده ماشي. الحمد لله يا رب جمعت اول فلوس ال 400 جنيه بتوع اللحمه. يا رب اكرمني في اللي جاي. يلا هي وش ب 10 جنيه، هي وش ب 10 جنيه. ايه يا ابني؟ لا خلاص قفلت المحلات كلها واخدت اجازه العيد انا. اخويا خلاص سلام. اخويا عايزين العيديه. انت يا ابني مش انت وهو لسه واخدين العيديه في ايه؟ ما احنا قابلنا واحد غلبان اداهم له عشان كان عايز يجيب لحمه لمامته. واحد غلبان، يعني انتوا اتضحك عليكم في اللعبتين دول صح؟ طب تعالوا وريهولي بقى عشان انا اللي هجيب له اللحمه. يلا. هي وش ب 10 جنيه، هي وش ب 10 جنيه. هو ده؟ اسند دارك انت ازاي ده يجي لك قلب ان انت تبيع الوشوش دي لاخوات طارق بيه ب 200 جنيه؟ ليه ان شاء الله بتتلبس لوحدها ولا ايه؟ لا والله يا عم لما نصبت عليهم خالص هم اللي ادوني الفلوس بمزاجهم، حتى لو مش مصدقني بص على اليافطه كده. يافطه؟ يافطه ايه يا عم بلا قرف؟ خد الوشين بتوعكم مش عايزينهم، هات يا ابني الفلوس اللي انت خدتها منهم. وعقابا ليك اهو ادي اللعب اللي انت بتبيعها ايه. جاتك القرف. متقلقش ربنا كبير، انا سمعت اللي انت قلت هروح عندك اخويا مزيكا وغنى. بص يا زوبا سامحيني بقى، ده اخر عيد ليك معانا الايام دي، عايزك تخلي بالك من نفسك عشان هتوحشيني. كلي لا ليكي حق ما تاكليش، انا ما عنديش نفس اكلك. اعمل ايه طيب يا مزيكا؟ انا خايفه قوي هيموتوني. يا رب كرمنا في الايام الجايه يا رب. هتوحشوني قوي يا اصحابي والله هتوحشوني، وانت كمان والله هتوحشينا قوي. مزيكا في ايه يا؟ في عيد وفي واحد محتاج مساعده ضروري. في واحد محتاج مساعده؟ اه. احنا العيد داخل علينا وانا في الشغل دلوقتي باكل زوم، بس مش مهم. تعالى وريهوني عشان ربنا يكرمنا والعيد دوت يبقى عيد خير علينا. تعالى وريهوني. هي مزيكا. خلاص روح انت. بص انا اسمي مزيكا زي اخوك الكبير، قول لي ايه اللي حصل معاك وانا هساعدك. انا بص زي ما انت شايف عاجز على رجلي وراضي باللي ربنا كتبه لي، وفي ناس جم اشتروا مني وشين وراحوا جابوا اخوهم الكبير جه وكسر لي البضاعه وافتكرني بليت عليه. واللي انا عايز اقوله لك ان انا كنت ببيع الوشوش دي عشان اجيب كيلو لحمه لامي، وانا من الناس اللي باكل لحمه من العيد للعيد. والله العظيم انت ارجى الراجل، اوعى تكون مفكر ان ربنا مش حاسس بيك. لو ربنا مش حاسس بيك ما كانش يسخرني ليك ان انا اجيلك، وحقك والفلوس وكيلو لحمه هيجيلك وهتعيد احلى عيد يا عم. ثانيه واحده بس يا جعفر، انا عايزك تجيلي دلوقتي. ثانيه واحده بس هعرف مين اللي عمله كده. يا اخويا على فكره اللي انت عملته ده حرام. بس ما اسمعش صوتك يا بلا حرام، اللي انا عملته ده هو الصح عشان ما تضحكش عليك بعد كده تاني. فهمان انت وهو ولا لا؟ يلا روح العبوا. بس انا عرفت مين اللي عمل كده وحقك هيجي دلوقتي حالا. يلا بينا. يلا بينا. هم دول يا مزيكا. ايه ده مزيكا جوه هو اللي بيعمل خير. انا عارف يا مزيكا من الاول ان انت مش هتعدي العيد دوت غير لما تعمل خير، بس اوعى تفكر يا حبيبي ان انت هتعمل خير دوت عليا انا، لا ده انت تنساه. لا مش هنساه. اول حاجه حرام عليك تكسر بضاعه بتاعت واحد غلبان كل همه ان هو يجيب كيلو لحمه للعيد لوالدته. وتاني حاجه
حرام ان اخواتك الصغيرين يساعدوه يدوله فلوس عشان خاطر يجيب كيلو اللحمه وانت تروح تكسر له البضاعه. تالت حاجه ودي الاهم، ان انا مش همشي من هنا غير وانا مراضي الواد دوت مره واثنين وثلاثه. يعني هاخد منك حق كيلو اللحمه وهاخد منك حق الوش اللي انت كسرته له، والتالته هطلع عليك اكسبلور والناس ديت هتسقف لي في الكومنتات. خلصت كلامك يا حبيبي؟ اه خلصت. طب بص يا حبيبي، انا هعمل لك كل اللي انت قلت عليه، وهجيب له بدل كيلو اللحمه 2 كيلو، وهديله اللي هو عايزه، بس بشرط واحد. ايه هو الشرط؟ ان الناس ديت تكتب في كومنت العيد احلى مع مزيكا. اقول لك على حاجه تاني؟ قول. الفيديو دوت ليه مني على كل لايك جنيه. يعني الفيديو دوت لو جاب 10000 لايك ليه مني 10000 جنيه، جاب 20000 لايك ليه مني 20000 جنيه. بس اهم حاجه الناس دي تكون بتحبك يا مزيكا وتكتب كده. بس كده؟ اثبت لي. يعني على كل لايك جنيه ليه؟ على كل لايك جنيه ليه، وهديهم له وقتي. بس اثبت لي الاول ان الناس دي بتحبك وتكتب لك في الكومنت العيد احلى مع مزيكا. بس كده؟ ما تقلقش، انا الناس دي كلها بتحبني. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. انا واثق ومتاكد ان انتوا بتحبوا مزيكا. هو بيقول لي الناس دي لو بتحبك هتكتب في كومنت العيد احلى مع مزيكا. اقول لك على حاجه كمان، انت واقع اكسبلور، ما عندكش اكسبلور اصلا. اتفرج بقى على الناس طب هتعمل طلع لي إيه. الفيديو ده اكسبلور. بصوا يا جدعان، واثق ومتاكد ان انتوا الفيديو دوت يجيب 200000 لايك عشان يديله 200000 جنيه، لان هو قال لي بلسانه على كل لايك جنيه هندي للواد الغلبان دوت. وكل اللي بيحب مزيكا اثبت له ان انتوا بتحبوه ويكتب له في الكومنتات العيد احلى مع مزيكا. طلعوا الفيديو ده اكسبلور بسرعه.